مكتوب فيه حاجتين، فيه رؤية متكاملة وفيها إعلام مبادئ وفيها جانب عملي. طيب تم إرسال خطاب للجيش وخطاب للدعم السريع بأنه يا أخي القوى المدنية الديمقراطية ترغب في مقابلتكم عشان توصل لكم رؤيتها في مسألة إيقاف الحرب وكده. استجاب الدعم السريع، وافق. وبالمناسبة برضو أنا أقول الكلام ده، الجيش برضو وافق مبدأ على اللقاء، لكن الدعم السريع حدد المكان والزمان. الجيش لحد الآن ما حدد المكان والزمان، ونحن في انتظاره في أنه يحدد المكان والزمان. أينما طلبوا القوى المدنية الديمقراطية حتمشي لهم. إذا طلبونا في بورسودان حنمشي، إذا في كرري حنمشي، إذا في أي حتة نحن مستعدين في داخل أو خارج السودان للقاء القائد العام للقوات المسلحة في هذا الأمر. أنا أقول الكلام ده تاني، الدعم السريع وافق، وتلاقينا اليوم زي ما الناس عارفين القوات المسلحة الجيش في قيادته وافق، لكن ما حدد حتى الآن لا مكان ولا زمان اللقاء بهم. طيب الاجتماع كان فيه 3 أجندة زي ما الناس عارفة. الأجندة الأول، وده الأجندة المهم شديد بالنسبة لنا، هو أجندة وقف العدائيات وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات. كيف إنه الناس يشوفوا طريقة إنه مبدأ كده يوقفوا الضرب الماشي ده، يوقفوا النيران الماشية دي، كيف يحموا المدنيين من أي حاجة، من سلب، من نهب، من قتل، من قذائف، من ضرب، من غيره. كيف الناس يشوفوا طريقة لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية في الظروف زي دي، ولا الناس عارفينها كلهم. ده الجندة الأول، تم فيه نقاش مستفيض. الاجتماع ده استمر لزمن طويل جدا، من أطول الاجتماعات تقريبا، وأنا في تقديري اجتماع معقول إيجابي فيه مؤشرات كويسة. 2، الجندة الثاني كيفية وقف الحرب وقضايا تأسيس الدولة السودانية، لأننا برضو بنفتكر إنه الحرب دي ما بتقيف إلا يكون في رؤية سياسية متكاملة لإيقاف الحرب. فأنت إذا عملت وقف إطلاق نار فقط واكتفيت بكده ودون الوصول لرؤية متكاملة للتأسيس الدستوري للنظام لغيره، للإمكانية لشكل الدولة، للمبادئ العامة حول الجيش شكله كيف، النظام الدستوري، القضايا الكبرى بتاعت السودانيين دي، انت بتكون اديت فرصة فقط للطرفين عشان يستعدوا لمعركة أكبر. لذلك هو إصرار الناس الكبير على إنه لازم يكون القضية الثانية هي قضية وقف الحرب وقضايا تأسيس الدولة السودانية للسودان ما بعد الحرب. ودي القضية الثانية اللي هو الجندة الثانية في الاجتماع. الجندة الثالث كان حول الآليات اللي بتنفذ الكلام ده. ما هو سهل جدا إنه الناس يكتبوا كلام كثير، لكن الكلام ده في النهاية ما يكون في آليات لإنزاله على أرض الواقع. مبدأ الناس اتفقوا على إنه تتواصل الاجتماعات يوم بكرة. يوم بكرة برضو الناس حيواصلوا في إنه كيفين يعملوا الحاجات دي. الناس عملوا لجنة مبسطة من الطرفين، دور الأساسي تصيغ المشتركات، شنو الحاجات اللي وافقوا عليها الناس، والحاجات اللي فيها يعني محتاجة لنقاش يحددوها شنو يحبروا عليها. وإن شاء الله بنهايتها الناس حيطلعوا للإعلام ويقولوا نحن اتفقنا على 1 2 3 والآليات شكلها 1 2 3، لأنه ما عاد الزمن يزعف الناس في إنهم ينظروا، ما عاد الزمن يزعف الناس. والحرب دي الآن بدأت تأكل في أبناء الشعب السوداني، خاصة في التحشيد والتحشيد المضاد، في الخطاب العنصر والخطاب العنصري المضاد. والبلد إذا الناس ما حصلوها سريع حتمشي في اتجاه الحرب الأهلية الشاملة، حرب الكل ضد الكل. ودي بعد ذاك نبدأ نفتش، بدل ما نفتش عن إيقاف الحرب ما حيكون في جهازات أنت تقدر تتكلم معها في إيقاف الحرب. أنا حاولت أعمل ملخص سريع، وممكن أدي فرصة للناس يسألوا وكده عشان يكون الكلام للحضور الكريم أفضل. مع تحياتي للجميع دون مع حفظ المقامات لكل الحضور الكريم. تحياتي، شكرا.